بعيدا عن هذه الاشياء. اذا اليوم نقول مثلا الراحل الكبير طالب القرغلي، الراحل الكبير محسن فرحان، ابو اديب ذكرناه طبعا، جعفر الخفاف، كاظم فندي، كثير من الاسماء. من تسمع الاغنيه طبعاً تميز من لحن الاغنيه ملحنها. اي بس روحيته ابداع اي طبعا، بس هو اكو شيء يجمعهم الابداع. بس كل واحد عنده لون يعني. حتى واكو طبعا ملحن هم احنا نذكره محمد عبد طبعا المحسن. محمد محسن اللي من اجمل الملحنين طبعا يعني. ما صارت الفرصه انه ياخذ حيز من الاعلام العراقي، وهي بسبب طبعا السياسات اللي كانت في ذلك الوقت بذاك الزمن يعني. كثرة المتابعات لاغانيك، نحس بكم كبير من العتاب بالكلام يعني، بالكلام، بالنصوص، باللحن. نسمع مثلا يا اخوي مالك اشو قلبك جلد. هل تغيرت الاخوه في هذا الوقت؟ احنا عام 2022، هل تغير الزمن حتى بالصفات؟ لا، هو في كل مكان يعني في كل زمن لازم اكو سلبيات يعني. اكيد قبل 2000 سنه هم كان ناس مو زينين وكل ناس زينين، نفس الموضوع. بس الدنيا الان اختلفت بسبب الاعلام والسوشيال ميديا. انه انت قبل كان الخبر ينتشر عن طريق يعني صعب، بصعوبه ينتشر لان ماكو وسائل اعلاميه. الان الخبر ينتشر بلحظه بسبب السوشيال ميديا وهكذا. يعني ظروف النص في يا اخوي مالك، هل كانت قصه حقيقيه؟ قصه كاتبها مطربها وملحنها؟ انا جسد مشاعر الشاعر، مشاعر الكاتب يعني. مو دائما، بس مرات اكو اشياء تمسني فاحبها. تمسني، ممكن انا مار بهاي السالفه، بس انا مو كل الالحان اللي اسويها يعني هي قصتك الحقيقيه تمثل شخصيتي، لان ما كل شيء يعني. طبعا يعني ما ممكن انه هذا الفنان كل اغنيه عنده سالفه يعني. هذا باص يعني ماكو شيء. لكن يا اخوي مالك على مرور هذا الوقت والزمن اللي تغنت به، واحنا لليوم نستذكرها هذه الاغنيه، وكثير من اغانيك اكسبايرها ما ينتهي، صلاحيتها ومداها طويل حقيقه، والدليل لليوم حافظيها ومحبيها. يا اخوي مالك اشو قلبك جالد، والليل كله يرجفني البارد. يا اخوي مالك اشو قلبك جالد، والليل كله يرجفني البارد. ارجف وانا البردان ما رحم بي انسان. ارجف وانا البردان ما رحم بي انسان. سير مكاني وشوف ايش اواني. سير مكاني وشوف ايش اواني. يا اخوي يا اخوي. تساءل في بعض الأحيان نجاحات الفنان تكون على ثالوث، كاتب نص وملحن ومؤدي. قوتك كانت في اللحن والأداء، يعني صارت الثالوث شخصين بس، أنت الملحن وأنت المطرب، ويكون كاتب النص. ونذكر الكبير غازي السعدي الله يرحمه. الكبير طبعا حقيقة شاعر. هو يعني هو من آزرني بداية طريقي، ويعني ألف رحمة ونور على روحه، ويعني كتب لي من أجمل الأغاني. لو كنت في توقف الزمن للحظات مع الراحل الكبير غازي السعدي، هذا اللي أثرى النصوص الغنائية لكثير من المطربين بنصوص مميزة للغاية. طبعا حقيقة شاعر كبير. طبعا. شنو الكلمات بمواجهة الكاميرا ممكن تقول لغازي السعدي وانت اليوم متواجد ببغداد؟ كثير اغاني يعني، هواي اغاني يعني طاني اياها حلوه. بس انا اللي احبها من غازي انسى لا تفتكر مره. انسى لا تفتكر بيننا واترك اسباب الخصام اللي فرقتنا اثنين. من اجمل النصوص. انت عالم مستريح، الخطا عندك صحيح، وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بيده. هاي من اجمل ما كتب لي غازي. طبعا عنده نصوص كثيره كتب لي، بس هاي الاغنيه كانت هي شلون يعني، شلون تاريخك. هاي اول اغنيه انا غنيتها، انسى لا تفتكر.
انسى لا تفتكر اغاني غنيتها قبل عزيز. قبل عزيز. اي بس عزيز اشتهرت يعني بالتصوير. بس انسى لا تفتكر اشتهرت ككاسيت وما كانوا يعرفون شكل الناس. الشكل كانوا ما يعرفوه. وهاي من اجمل الاشياء اللي يشعر بها الفنان بالمتعه، يعني لما يستمتع انه الناس تسمع اغانيه وما يعرفوه. يعني هي كانت جواز سفرك؟ لا جواز سفري هي عزيز. عزيز. لا عزيز طبعا. عزيز لين صورتها. بس انسى لا تفتكر ما مصورها. بس انا كنت افتر بشوارع بغداد، وكانت استوديو 10 اذا تذكرها للكبيره امل المدرس طبعا الصحه والعافيه لها طبعا. استاذ على محسن طبعا. تحياتنا للاستاذ فائز جواد ويعني كل ذول الناس كلهم فعلا يعني آزروني بالبدايه. الاغنيه هاي كانت يطلعوها بالاذاعه. افتكر مره بالعلاقه بيننا واترك اسباب الخصام الفرقتنا اثنينا. انت عالم مستريح الخطا عندك صحيح. انت عالم مستريح الخطا عندك صحيح. وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بينا. وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بينا.